الصراع الابدي بين الاهلي والزمالك، حكايات وقصص ونكت وميمز، ديربي الكوره في مصر. هوريه لكم بس بشكل مختلف تاني خالص ما شفتوهوش قبل كده. قولوا للزمالك والاهلي وطبل الملعب. مبدئيا كده مش محتاجه اقول لكم ان الشعب المصري سواء اهلي او زمالك ما عندناش تعصب خالص، بنتعامل مع الكوره على انها لعبه رياضيه وطبيعي جدا يبقى فيها مكسب وخساره. اصل احنا بقى زملكاويه وبصراحه ما بنحبش الاهلاويه عندنا هنا. حد عنده مانع؟ الله اكبر! يا احتياطي اللي منزلش الملعب ولا مرة. انا احتياطي. ايوه احتياطي هو. وعاوزنا نسكت له. ثانيه واحده بس قبل ما ندخل في الغويط، انت معانا ولا مع الناس التانيين؟ انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ سيادتك اهلاوي؟ حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ البيت اهلاوي. امال انت ايه؟ قبل الماتش اي مكان هتروحه سواء في الشغل او في الشارع بيكون ليه اجواء مختلفه تماما. ربنا يفوت اليوم ده على خير. ماتش الزمالك فاضل عليه اسبوعين. ان شاء الله الماتش الجاي هنلعبه. انا زملكاوي هبهدلك. الزمالك هيبهدلنا. تروح نيني؟ هنغلبك 6-0. هتخسروا الماتش يا زيكو. تشوف انت هتعملوا لنا ايه بقى في الماتش الجاي. هنغلب باذن الله وهنلبكوا 4. هيبقوا 6 عشان خاطر. طب انا اهلاوي وهشمبرك بقى. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان ماتش الاهلي والزمالك لازم يتلعب تحت اي ظرف، زي اللي حصل من كام يوم، مفيش اي اعذار او انسحاب. عايز اعتذر عن الماتش. وما تعتذر؟ ماليش نفسي العب الماتش ده. انا اقول لهم الماتش مش هيتلعب. طبيعي جدا اننا بننبسط بالمكسب، بس اجمل حاجه فينا ان احنا بنتقبل الخساره. وبعد الماتش دايما بتلاقي الفريق الكسبان بيواسي الفريق الخسران، وخصوصا على الفيسبوك. تعيشوا وتاخدوا غيرها. انا كده اتنفذت وعصبت الحرق. بتصفر على ايه؟ على كده اصلهم نسيوا مسخرناهم ازاي الماتش اللي فات. لا ما تتغاص. طب الاهلي حديد والزمالك صحيح. شفت ال6 جوان بتاع يوم الجمعه اللي فاتت كانوا ايه؟ مزيكا حاجه تغيظ. انا دماغي زي الجزمه. اللهم طولك يا روح. مشجعي الكرة نوعين، نوع من المحترمين ونوع من السفلة اللي سعادتك منهم. الشعب المصري وهو بيتفرج على الماتش بيستمتع بلعب الكوره، مش بيبص لها من ناحيه انه محلل كروي وبيقول تحليلات عبقريه او مدير فني للفريق وخبير في التكتيك، ابدا خالص. اما تيجي تلعبهم يبقى خلي كل 2 من عندنا يمسكوا واحد من عندهم واحنا نكسب. انت يا مدرب لازم تنقل اللعب قدام. خد وهات وهات وخد وهوب جول. ما خليته لك يلعب سنتر هاف باك فيرور، المهم ما يسيبش خط النص. خط الوسط ايه؟ خليه في خط الطرف. ادي الجول. الواد الخواجه بتاع الزمالك ثبت الكوره وهيشوط. انت عندك الجول عنده كاليكس والاربعه الزلموكه ضربه. يقط الخطيب وغزل حسن شحاته ومروه جعفر واخش على 18 واجيب الجون. يا سلام. يعني الحكم يعني لازم يحبكها يطنش يا سيدي. يا ما طنشنا احنا على حاجات. كل شوطه جون وفي كل سنتر هاف 3 هاف تايم. ان شاء الله النادي هينزل على ايدك للدرجه السابعه. 4 أفلام عربي اتكلموا عن الكورة، علامات في الضحك، وهم دول اللي كنت بثبت بيهم وجهة نظري. عرفت كام فيلم من ال4؟ هقولك: رجل فقد عقله، يا رب ولد، غريب في بيتي، والفيلم اللي ملوش حل 4-2-4. أراهنك كل مرة بتتفرج على واحد فيهم بتموت من الضحك. إفيهات جامدة جدا في ال4 أفلام. يا رب الاهلي يغلب يا رب. ما شاء الله. طب ادعي يا اختي ان ربنا ياخد بيدك في الامتحانات بدل ما انت عماله تسقطي كده. نفسي ابقى مدرب. الموضة دلوقتي لازم مدربين يكونوا اجانب. الله، طب انا مش من هنا. ما انت منين؟ انا من كفر الشيشه مركز زفته. كفر شيشته تبقى اجنبي. انه الهدف الرائع ولكن في المعده. يا حلاوه. يا اخوانا ما فاضلش غير ماتش واحد على الدوري وده لازم نكسبه. كلام موجه ليك انت يا حاج كعبيره لانك انت قلب الهجوم. مين دول؟ دول اللعيبه بتوعي في النادي الاهلي. ايه وجايين يلعبوا هنا في البيت؟ لا جايين نتمرنوا. بما اني كرييتيف جدا قلت وانا بصور الفيديو ده هعمل تيشرت نصها اهلي ونصها زمالك، بس لقيت سهير رمزي عملتها قبلي من زمان جدا في فيلم رجل فقد عقله، لا وكمان غنت لهم. مش قادره اختار انضم لمين للاهلي ولا الزمالك، للاهلي ولا الزمالك. طول عمري عندي مشكله كبيره جدا ان مامتي زملكاويه متعصبه، اللي هو وقت الماتش محدش يكلمها ونهارنا اسود لو الزمالك خسر. طبعا مش محتاجه اقول لكم طفولتي وحياتي كانوا عاملين ازاي. انا جالي تروما بسبب الزمالك، اتجوزت وجوزي اهلاوي اصيل،
طبعا الحمد لله ان هما الاتنين كانوا عارفين ان انا ولا ليا في الاهلي ولا في الزمالك ولا في الكوره اصلا. انا كل معرفتي وفهمي للكوره 3 حاجات. اول حاجه ان رضا عبد العال لازم تتفرج عليه في اي برنامج، عشان هو اي حاجه بيقولها بجد او اي حكايه بيحكيها بطريقته بتموت من الضحك، حتى لو مسك جورنان واراء هتضحك. تاني حاجه ان مجدي عبد الغني دخل جون في كاس العالم سنه 90 ولسه لحد دلوقتي بيذلنا عليه. تالت حاجه مدحت شلبي بيقول يا نهار ابيض يا نهار ابيض 95 مره في الماتش. فتقدر تقول ان فهمي ومعلوماتي في الكوره زي يونس شلبي في فيلم 4-2-4. واحنا هنهون فيهم الجون دخل فينا احنا ولا فيهم؟ انا المهم دخل جول. مش انت قلت لي لما يقع في الحته دي يبقى بيلم؟ امال ايه الثلاثه الحزانه دول؟ اخوات دول. شمورش دي مين دي؟ ده عفريت ايزيبيو. دي مين ده؟ بيلعب فين دي؟ في الاخر احب اقول ان احنا الشعب المصري بنتعامل بشكل مختلف جدا مع الكوره، وان ماتشات الاهلي والزمالك كل الناس بتتابعها، حتى اللي ما بيفهموش في الكوره زي حالاتي. ومش بس في مصر، في معظم البلاد والشعوب العربيه بيحبوا يتفرجوا ويتابعوا لقاء القمه الاهلي والزمالك، وعادي جدا هتلاقي منهم كتير اهلاويه او زملكاويه. حب الكوره والنادي سواء اهلي او زمالك ده احنا بنورثه لاولادنا واحفادنا زي اسمهم كده بالظبط، وناقص يكتبوا انت اهلاوي ولا زملكاوي في البطاقه. فاحب اطمنكم ان زي ما الصراع ده من قديم الازل فهو برضو مكمل معانا وعمره ما هيخلص. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب علشان الفتره اللي جايه دي هبهركم، واكتبوا لي في الكومنتس ايه اللي خلاك تبقى اهلاوي او زملكاوي. وكفايه كده عشان الحق الماتش.